كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. زي ما زينا البيت عايزه برضو ازين الحته ديت اللي انا بصور فيها، ومش هنسيبها بلين كده، عايزين برضو ندخل فيها فايب رمضان حتى لو بحاجات بسيطه. بعد ده اتبقى من الزينه بتاعت الصاله عندي الفراشات ال 3 دي كنت جايباها من شي ان. انا عارفه انها مش فايب رمضان قوي بس عايزه استخدمها. وبرضو الفانوس ده اكتر فانوس عزيز عليا وبحبه لانه اول فانوس جالي هديه في حياتي. فيلا نشوف بالحاجات دي هنزين المكان ازاي. بدات اول حاجه اعملها اني بقيس الفرع وبظبطه علشان احطه على الحيطه، وبعد كده بالدبل فيس عندي ابتديت اقص حتت صغيره والزقها على الحيطه في الاماكن اللي انا عايزه اركبه فيها. وده مبدئيا شكله كده لما اتعلق شكله طلع حلو قوي. دي الحته اللي كلكم مستنيينها، حته الفراشات. ابتديت اتنيها كده عشان تبقى 3 دي واركب دبل فيس اللي جاي معاها. ابتديت اشيل بقى الستيكرز اللي انا مركباها على الاورجنايزر، وبقيت احط الفراشات عشوائي باحجام مختلفه وفي اماكن مختلفه. قررت برضو ان انا عايزه اركب الفراشات على الرينج لايت، عايزه اركبهم بطريقه عشوائيه وباحجام عشوائيه مع الزرعه الخضراء اللي تحت الرينج لايت كأن الفراشات طالعه من الزرعه على الرينج لايت. نيجي بقى للفانوس، اكدت بس ان الشمعه بتاعته شغاله وحطيته ورايا على وحده الادراج، وحطيت معاه الشمعه ديت، ومش هنسى اكيد الزرعه الموف بتاعتي. وده الشكل النهائي، بجد شكله عجبني قوي لاني عرفت استخدم كل حاجه وطلعت كمان افكار جديده. يعني فكره الرينج لايت دي ما كانتش في دماغي، والمكان بقى فيه تاتش رمضان وفي نفس الوقت فيه الحاجات اللي بتعبر عني وبحبها، اللي هو اي حد هيشوف المكان ده هيعرف ان ده ذوقي وان انا اللي عاملاها. وهستنى رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الباك جراوند بالشكل ده؟ وكل سنه وانتم طيبين.